السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة دودو، أهلا وسهلا بكم. وجودكم دايما على دماغي من فوق. يلا مع بعض النهاردة نبدأ عمايل أكل العيد. احنا عندنا يا جماعة عادات، يعني في بلدنا وكده. في ناس بتحب من الفتة أول يوم. لا، احنا ما بنعملش فتة. احنا عندنا أول يوم لازم كفتة رز، ورز بس باللحمة. احنا نعمل مع بعض كفتة الرز اهيت. أول حاجة هنحتاج نص كيلو لحمة مفرومة معانا اهيت. ونحتاج قطتين شبت على كزبرة على بقدونس أهمة أنا مقطعاهم. وهنحتاج معانا بصلاية أهيت، بصلاية وحوالي راس توم صغيرة أهيت. ده اللي هنحتاجه معانا. هنجيب الكبة بتاعتنا كده اهوت، وهنحط فيها اللحمة المفرومة أهيت. نحط فيها اللحمة المفرومة. وهعمل ايه دلوقتي؟ هضرب الحاجات دي كلها مع بعض لحد ما تتجانس معاكي خالص خالص خالص. ده اللي احنا هنعمله. هحطيها دلوقتي في الكبة ونضربها مع بعض كويس قوي 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 لحد ما تبقى ناعمة في ايديك، مبقاش فيها اي حاجة. ديت يا جماعة اهو دقيق الرز. انا كنت عاملاها من العيد الصغير ومفرزاه في الفريزر، كان فاضي عندي وقلت لكم هفرزه في الفريزر اهو زي الفل. هو ما فيهوش اي حاجه، كان في الفريزر من العيد الصغير. ده هحتاجه. يعني الوقت كل اللي هعمله مش هحط الدقيق بتاع الرز دلوقتي، لا مش هحطه. هحط بس اللحمه المفرومه وعليها البصل والثوم وعليها الخضره، وهضربهم في الكبه حوالي 10 دقايق او ربع ساعه لحد ما تنعم معاكي خالص. انا هفصل بقى لحد ما اضربهم في الكبه وارجع لكم تاني. اهي خلاص انا فرمتها كويس قوي 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 اهي. شفتها جلست مع بعضها بقى ناعمه ازاي. ده اللي انا عايزاه في الفرن اهو، انها تبقى كده. بصوا تجانست مع بعضها، ما عادش فيها اي حاجه. نبدا دلوقتي نعمل ايه بقى؟ هنعمل اهو. انا نزلتها اهو معاكم، شوفوا ما فيهاش اي حاجه، كلها تجانست مع بعضها اهي. ده الايه اللي انا عايزاه. هنبدا نجيب دقيق الرز بتاعنا اهوت. هنبدا نضيفه بالتدريج، يعني نضيف حبه حبه كده ونقلب، حبه ونقلب. شوفي حبه وقلبي اهو عشان تبقى ايه متجانسه معاك. وبعد كده لسه اصلا هعملها في الكبه كمان. يعني دي بس طريقه في الاول كده احنا ايه تتجانس مع بعض. بس لسه انا هعملها في الكبه كمان. حط الحبه دول كمان كده بقى. خلاص انا حطيت الرز اللي انا محتاجاه. هبدا تاني اعمل ايه؟ اخدها في نفس الكبه تاني، نفس الكبه تاني اللي انا فارمه فيها، حاطه فيها فارمه فيها قبل كده اللحمه. احط تاني الرز تاني بالرز اللي عارفه. انا اسفه يا جماعه، اللحمه المفرومه بالشبت والبصل بالثوم بالرز اللي انا ضفته لها اهو. حطيناه تاني في نفس الكبه اهو. هبقى بقى برضو حوالي 10 دقايق لحد ما تتجانس تاني مع بعضها. هعملها برضو وارجع لكم تاني اوريها لكم. اهي يا جماعه بعد ما عملتها اهيت خلاص تجانست كلها مع بعضها اهيت. هبدا بقى انا انزلها في الطبق التاني معانا. هو كده بقت كلها متجانسه مع بعضها، اللحمه مع الخضره مع البصل والثوم والرز كله مع بعض اهو اهو. نبدا ننزلها كده اهوت. نسيبها كلها كده اهو. وبعدين شوفوا متجانسه ازاي. هي كده معايا تمام. هبدا بقى اضيف لها التوابل بتاعتي اللي انا هحطها لها. ما تكتريش قوي في التوابل عشان ما تغيرش طعم الكفته معاكي. يعني خليكي في المعقول. شويه ملح، شويه ملح. وهنحط معلقه كمون اهوت. وهنحط معلقه فلفل اسود
شويه من القرفه. أنا عارفه في ناس ما بتحبش القرفه وبتقول انت بتحطي قرفه في كل اكلتي، انا بحب القرفه، بحب طعمها، بتخلي طعم كل حاجه معايا حلوه بصراحه. بس كده ده اللي انا حطيته، التوابل اللي انا حطيتها قلبيها بقى كلها مع بعضها عشان تتجانس كلها مع بعضها معاكي. كده بالنسبه لي الكفته خلاص كده بقت 100 خلاص جاهزه على التحمير اهو. كده خلاص الكفته معايا اهي، ما عادش حاجه غير التحمير. هنصبعها بقى مع بعض ونحمرها بس كده اهوت. هنصبع بقى الكفته مع بعض اهوت كده اهو، ونشوف الزيت معانا سخن ولا ايه. لسه ما سخنش، يبقى اصبع لحد ما يسخن، اختبر الزيت بس مش اكتر. نحط بقى على حاجه خارجيه لحد ما الزيت معانا يسخن. بس كده اهو. هنصبع بقى الكفته كلها كده وارجع لكم تاني. اهي الكفته معانا بتتحمر اهي. ايوه حطيها لما تاخد لون تقولي لا قلبها على الناحيه التانيه، تاخد لون معاكي ما تغمقهاش، تقولي قلبها على الناحيه التانيه. بس هي دي الطريقه. انا هكمل الطريقه كلها كده، ان انا هصبعها احطه في الزيت على طول يتحمر معايا، وطلعه احطه في مصر بس مش اكتر. اخلص بقى الكميه كلها وارجع لكم. دلوقتي بقى هنعمل الرز بتاعنا. هنعمله ازاي؟ انا جايبه رز وغسلته اهو، وديت لحمه مسلوقه نحطها على الرز اهو. اهو كده اهوت كده. انا حطيت اهوت تبقلب. اهوت بقى شوية ملح وانا مولعه الفرن. اطلع بقى احطه في الفرن ولما يطلع هوريه. ادي الرز معانا اهو يا جماعه بعد ما استوى. شوفوا شكله حلو ازاي اهوت، تحفه اهو، شكله حلو قوي 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 اهوت اهو. وادي اللحمه طبعا عليها اهي، ديت اللحمه اهي، شوفوا متحمره وحلوه ازاي اهو. دي اللحمه اهي، شوفوا متحمره وجميله ازاي. ده بقى كان فطارنا النهارده في العيد، او يوم العيد يا جماعه لازم بنفطر رز دس باللحمه ومعاه كفته وبطاطس. ده الطقوس عندنا في اي عيد، لازم ده فطارنا. اكتبوا لي بقى في التعليقات انتوا طقوسكم اول ايه في اول يوم في العيد بتفطروا ايه. وكل سنه وانتم طيبين. وعيد سعيد عليكم كلكم يا رب.